هل دخلت أوضة قبل كده ونسيت دخلتها ليه؟ أو فتحت موبايلك وبعد ثانيتين نسيت كنت ماسكه عشان إيه؟ وقابلت شخص تعرفه لكن اسمه اختفى من دماغك خالص؟ لو المواقف دي بتحصل معاك كتير فأنت مش لوحدك، ناس كتير وخصوصا الشباب بقوا يشتكوا من النسيان الفترة دي، لكن السؤال الحقيقي بقى هو هل ذاكرتنا فعلا بقت أضعف ولا إحنا اللي غيرنا طريقة استخدامنا لعقولنا؟ الحقيقة إن النسيان مش معناه دايما إن عندك مشكلة في الذاكرة. في أوقات كتير المشكلة الأساسية بتكون في التركيز نفسه، لما تكون بتذاكر وفي نفس الوقت الموبايل بيرن أو بتتنقل بين تيك توك وفيسبوك ويوتيوب كل دقيقة، مخك ما بيبقاش عنده فرصة يحفظ المعلومة من الأساس، لأن الذاكرة تبدأ بالانتباه، ولو الانتباه ضعيف الحفظ هيكون ضعيف. وفي سبب تاني بقينا نعمله من غير ما نحس، بقينا نعتمد على الموبايل في كل حاجة، أرقام التليفونات والمواعيد وحتى الطريق وفي المعلومات الحسابية البسيطة. زمان كنا بنشغل مخنا أكتر، دلوقتي بقينا نقول موبايل فاكر بدل عني، وده مع الوقت بيقلل اعتمادنا على الذاكرة في الحياة اليومية. طب إيه الحل؟ أول حاجة قلل التشتت، لما تعمل مهمة اعملها لوحدها واقفل الإشعارات شوية. تاني حاجة درب ذاكرتك كل يوم، احفظ آيات من القرآن أو حديث أو كلمات بلغة جديدة أو حتى بيت شعر، المهم إنك تخلي مخك يتمرن كل يوم على التذكر. تالت حاجة حاول تعمل العمليات الحسابية البسيطة في دماغك قبل ما تمسك الآلة الحاسبة. رابع حاجة اهتم بنومك، لأن المخ أثناء النوم هو اللي بيرتب المعلومات وينقلها للذاكرة طويلة المدى. لو نومك سيء طبيعي تلاقي تركيزك وذاكرتك بقوا أضعف. افتكر إن الذاكرة زي العضلة، كل ما تستخدمها وتقويها تشتغل أفضل، وكل ما تعتمد على غيرها في كل حاجة هتكسل مع الوقت. ولو حسيت إن النسيان بقى شديد جدا أو بيأثر على شغلك وحياتك بشكل واضح أو بدأ يزيد بسرعة، الأفضل تستشير طبيب، لأن أحيانا بيكون ليه أسباب صحية أو نقص في بعض الفيتامينات أو آثار جانبية للأدوية. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير. أنا إسلام صالح، أشوفك الفيديو الجاي.